لا، أنا قلت لأحبابنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما وأبدا إن القلب لا يسعد حينما نجتمع على مائدة القرآن. هذه المائدة التي قد أمرنا الله بها حينما قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القرآن الكريم هو النور الذي أنزل من عند النور على قلب النور، فالقرآن نور والله نور، وحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نور. لذلك أخبرنا رسول الإنسانية محمد بقوله بأن من أعطي القرآن وظن أن أحدا من الناس أغنى منه فقد حقر ما عظم الله. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. هو الدستور السماوي، فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بينكم ونبأ ما بعدكم. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن أراد العزة في غيره أذله الله. من هذا البلد الطيب أهله قرية كياد بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وضمن تكريمنا بحملة كتاب الله الذين هم أهل الله وخاصته. لذلك قال الحبيب النبي: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. من مسجد لزيادات، اسم صح كده عم الحاج أحمد؟ مظبوط كده؟ تمام. من مسجد لزيادات ضمن تكريمنا لحملة كتاب الله. جزا الله القائمين على هذه المسابقة ورعاهم الله برعايته، وجزاهم الله خير الجزاء، ونفع الله بهم البلاد والعباد، وتقبل الله منهم صالح الأعمال. فتعالوا بنا لنسعد سويا بالذي هو خير. آيات بينات من كتاب رب الأرض والسماوات بصحبة القارئ العلم الشيخ محمد السيد كسكين، فخر قراء هذه البلدة ومركز فاقوس والشرقية، نقيب قراء محافظة الشرقية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة لشرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، عسى الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. كانت هي التلاوة المباركة خير استهلالا لهذا الحفل المبارك بصوت القارئ العلم الشيخ محمد كسكين نقيب قراء محافظة الشرقية، ضمن تكريمنا لحملة كتاب الله الذين هم أهل الله وخاصته. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، الطريق الموصل لرضا الرحيم الرحمن. في شهر القرآن نكرم أهل القرآن بدعوة من أخي وحبيبي شيخ محمد صلاح العزازي شيخ هذا الكتاب، وإخوته الأكرمين الشيخ أحمد صلاح العزازي، أستاذ يوسف صلاح العزازي. أسألكم الدعاء والفاتحة لروح والدهم ولموت المسلمين جميعا. من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أود أن أشكر القائمين على هذا الكتاب قد الشيخ محمد صلاح العزازي، ومن رعى هذا الحفل بقيادة الوالد الكريم أستاذ سليمان أحمد العوضي، دكتور إبراهيم محمد حسن، حاج رضا السيد البنا. أسأل الله أن يوسع في أرزاقهم وأن يوسع عليهم بمدده وعطاياه.
ولا أنسى أن أرحب بالمنصة الكريمة السيد المدير العام بالتربية والتعليم بالشرقية أستاذ عبد المنعم العزازي، الذي دائما وأبدا ما يحضر معنا في مثل هذه الأمسيات والحفلات. كذلك الوالد الكريم أستاذ رضا خاطر، حاج عبد المنعم خاطر، أستاذ شحتة أحمد عبده، حاج أحمد المنسي بارك الله في عمره، تقبل الله منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. الآن أدعو الأخ الحبيب الشيخ محمد صلاح العزازي يتحدث لنا حول سنة سيدنا النبي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العالي علو الجلال والكمال، الحمد لله الذي لا جلال ولا كمال ولا شرف إلا وهو له، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فحينما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، سألها ابن أختها عروة بن الزبير فقال لها: يا خالة، كيف كانت أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أولست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. وفي رواية أخرى: كان قرآنا يمشي على الأرض. حتى شهد له ربنا سبحانه وتعالى شهادة ربانية، شهادة ليست بمجروحة. قال له ربنا سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. بل لقد أرسله ربنا سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وجعل الرحمة أساس تعامله مع أمته وأساس تعامله مع رعيته، حيث شرف الله سبحانه وتعالى أمتنا أمة الإسلام بأن جعل لنا هذا النبي الرحيم الودود الذي كان قرآنا يمشي على الأرض. وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نكون من المطيعين المحبين المؤيدين لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأخلاقه الكريمة. قال ربنا سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. أي يا أمة الإسلام، يا أمة محمد، إن كنتم تحبون الله وإن كنتم تريدون محبة الله وطاعة الله، فواجب عليكم أولا أن تحبوا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتطيعوه وتتخلقوا وتتصفوا بأخلاقه. قل إن المحب لمن أحب مطيع. ونبينا صلى الله عليه وسلم خير قدوة وخير أسوة حسنة نقتدي بها حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. أمرنا بتلاوة القرآن وعلمنا شرف وعظيم منزلة حافظ القرآن وتالي القرآن، فإن الحرف من القرآن بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقل ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا كله أجرا وفضلا وكرما من عند الله سبحانه وتعالى لمن يتلو القرآن ولمن يتتعتع في حفظ القرآن وفي تلاوته. جعل الله سبحانه وتعالى لهذا أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. يعني من يجد صعوبة في تلاوة القرآن الكريم ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، ولكنه يحاول ويستمر ويثابر، له أجران: أجر المشقة وأجر القراءة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن،
ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا، يعني واحد عايز الدنيا وعايز الآخرة، عايز يفوز بالدارين، فعليه بالقرآن. علموا أولادكم القرآن، والقرآن ليس له كبير. ما فيش واحد يقول أنا سني كبر خلاص ما عادش قادر إنني ما ينفعش إن أنا أروح أحفظ قرآن. لا، القرآن ملوش سن. والله بيكون في ناس معادين 70 و80 وبيروحوا يحفظوا القرآن ويراجعوا القرآن. امال هيصلي بإيه؟ لازم يكون حافظ قرآن، ولازم يكون يقرأ القرآن بنطق صحيح، تلاوة صحيحة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وأم الكتاب هي سورة الفاتحة. اللي ما يقرأش الفاتحة صح في الصلاة لا تقبل صلاة. واحد يقرأ الفاتحة كده يكسر حرف ويفتح حرف، ينطق الكلمات بغير معناها، ضاعت صلاته، بطلت صلاته، لأنه قرأ الفاتحة أو قرأ آيات من القرآن بغير الذي أنزل، غير من آيات القرآن، قرأها بشكل غلط. ليه؟ لأنه متكبر. يعني مش قيمت إن أنا أروح أقعد وأحفظ كده، لا، أنا كبرت على الكلام ده كله. القرآن ليس له كبير، ما فيش حد كبير على القرآن. والله حتى المشايخ الكبار يتلون القرآن ويراجعون القرآن ويحفظونه. هذا القرآن، هذا الكتاب العظيم الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا القرآن الذي تهتز له الجبال، فواجب علينا نحن كمؤمنون أن تهتز قلوبنا خشية من عظمة القرآن، وأن نبكي من خشية الله ومن خشية منزل هذا الكتاب. قل لو إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال سبحانه وتعالى أن لو هذا القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا القرآن لو أنزل من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لن يجدوا فيه كل هذه العظمة وكل هذه المعجزات. هذا معجزة خالدة إلى قيام الساعة، تتحدث عن جميع الأمم وتتحدث عن جميع العصور، حتى العصور الحاضرة والعصور القادمة. هذا معجزة خالدة إلى قيام الساعة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. شاكرا لشيخنا وشيخ الكتاب الشيخ محمد صلاح عزازي على هذه الكلمة الطيبة حول فضل القرآن وفضل أهل القرآن. وكما قال القائل: ينشأ ناشئ الفتيان على ما عوده أبوه. فرحم الله الأستاذ صلاح عزازي رحمة واسعة، فكم أثر فينا من علم ومن قرآن، جزاه الله عنا خيرا. وكما يقولون في قرآن ربنا: ذرية بعضها من بعض. الآن مع أخي وصديق الدراسة أستاذ الشيخ أحمد صلاح عزازي، بدون ألف ولام، صح كده؟ مظبوط. أستاذ أحمد صلاح عزازي فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين محمد وآله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. زد نور وجهك نظرة ونعيما، وصل النبي وفيه التكريما. الله وصانا بخير وصية، صلوا عليه وسلموا تسليما. فأعيذ قلبي أن يمر بجمعة فيكون وصلي حينها معدوما. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد، فكل عام وحضراتكم بألف خير. وأشكر لحضورنا الكريم وحضوركم الكريم أيضا لبيت من بيوت الله لنؤدي فريضة من فرائض ربنا سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إكرام أهل القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذا الشيبة المسلم، وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فهذا من إجلال ربنا سبحانه وتعالى
أن نعرف لأهل القرآن حقهم وقدرهم عند ربنا سبحانه وتعالى. وأشكر حضورنا الكريم وعلى رأسهم إمامنا وشيخنا وفخر بلادنا عالمها ورمزها الأهم فضيلة الشيخ محمد السيد كسكين نقيب قراء الشرقية وعضو مجلس نقابة قراء مصر. فإن لله جل وعلا أهلين من الناس اختصهم من عباده. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كده: إن لله أهلين من الناس اختصهم من عباده. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله خاصته. النهارده شرفنا شيخنا المتقن الخاشع الحافظ لحدود الله جل وعلا في قراءة القرآن غير الغالي والمتكلف في كتاب الله جل وعلا، وسائر حضورنا الكريم وعم الأستاذ عبد المنعم عزازي وباقي الأحبة دون حتى ننسى أحدا منهم. ولكن نصيحة لكل أب، النبي صلى الله عليه وسلم كده يقول لأصحابه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الواحد في حياته بيسافر ويتغرب ويشتغل وينحت في الصخر ويعمل هنا ويخاصم ده ويعادي ده، وممكن في واحد يخاصم أخواته حتى عشان الميراث أو عشان أي شيء، عشان يكنس ده عيال ويكتر مال العيال ويزود الميراث للأولاد. طب هو هيموت، الأولاد اللي ما تعلموش إن هم يكونوا في الصفوف الأولى في المساجد ويمسكون كتاب الله جل وعلا ليل نهار ويتدارسونه فيما بينهم ويعلمون حدود رب العالمين سبحانه وتعالى، لن ينسوا ذلك الوالد الذي قضى عمره لأجل خدمتهم، ولكنهم خدمهم على غير ما أراد رب العالمين سبحانه وتعالى. رجل دخل لسيدنا عمر بن الخطاب قال: يا أمير المؤمنين، إن ولدي يعقني. وده أمر صعب، ده من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. جعل الله جل وعلا عبادته وطاعته مع طاعة الوالدين. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: ثلاثة مقرونة بثلاث، ثلاث حاجات معهم ثلاث حاجات، لو جت واحدة ما تصحش الثانية إلا بأختها. أولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله لن يقبل منه. ومن أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لن يقبل منه. ومن أطاع الله ولم يطع والديه فلن يقبل منه أبدا. طيب، لما سيدنا عمر سمع رجل بيشكي عقوق الولد هب من مكانه وانتفض: ائتوني به، هاتوه، ازاي يعمل كبيرا دي؟ فلما أتوا بالولد قال: يا أمير المؤمنين، إنه لم يعلمني القرآن ولا شيئا من سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فأمر عمر رضي الله عنه الولد بحسن الأداء لأبيه وقال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ثم نظر للوالد نظرة حسرة ونظرة ألم ونظرة حزن وقال له: لقد عققته قبل أن يعق. هيجي منين الولد الصالح ده وهو مش حافظ كلمة في كتاب الله؟ هيجي منين الولد الصالح ده وهو بيصلي الفاتحة بيقرأ حتى القرآن فاتحة الكتاب بيقرأها غلط؟ لو بيصلي ممكن يقعد واحد يصلي 50-60 سنة وهو بيصلي بقول والله أحد وقل أعوذ برب الناس. هيجي منين الولد الصالح ده؟ هنجيبه منين إن ما حفظناهوش القرآن واهتممنا أن يكون من حافظة كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى؟ سيدنا عبد الله بن عمر بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي وصححه شيخنا الألبانية أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: يقال لحامل القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا. ناس يوم القيامة كده جاء خايفة من الحساب ومن الصراط والميزان والحشر، وينادي الله جل وعلا أهل القرآن على كل واحد منهم. ربنا يقول له كده: تعالى انت كنت من حافظة القرآن في الدنيا، اقرأ قرآن يوم القيامة. طب بالله عليكم ده ربنا هيعذبه او هيعمل؟ لا، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع ألا وكلكم مسؤول عن رعيته. قال السلف: إن من محافظة الرجل على رعيته أن يحرص على أن يعلم أولاده القرآن.
ده من حرصه على أنه يكون راعي صالح في بيته أنه يعلم أولاده القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الولد يوم القيامة متعلقا برقبة أبيه. خلي بالك، يوم القيامة ده يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه صاحبته وبنيه وفصيلته، كل الناس بيجري منهم يوم القيامة. وبعدين يجي ابنه كده وهو مع الصراط ومستني حسنة واحدة يدخل بها الجنة، يتشعبط في الجلابية ويقول له: يا رب الراجل ده خلص منه. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي الموقف: ويا هولاه. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي الولد يوم القيامة متعلقا برقبة أبيه ويقول: يا رب خلص حقي من هذا الرجل، الراجل ده يا رب خلص منه. فالراجل يتجنن: يا بني ألم أطعمك بل أطعمتني، ألم أكسك بل كسوتني، ألم أشربك بل أشربتني، ألم أفعل لك كذا وكذا وكذا بل فعل. يا ابني وأنا مش جوزتك؟ مش عملت لك أحسن فرح؟ مش فاكر لما ذبحت لك عجلين في الفرح؟ رحت حرست لك أحسن قاعة؟ جوزتك مش عارف بنت مين؟ أنت كنت لسه طالع من الكلية ورحت جبت لك شبكة ب100,000 ولا مش عارف إيه؟ عملت لك وسويت لك، سايب لك كم عمارة وكم بيت وكم فدان وكم عربية وكم أرض. أنا مش عملت لك، مش دخلتك جامعة خاصة يا ابني؟ عملت كل ده، بس كل ده في الفاضي، كل ده ملوش لازمة. وبعدين يقول الولد يوم القيامة: يا رب لم يعلمني القرآن ولا شيئا من سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بقى الحسرة الكبرى، خلاص مفيش حل، مفيش وقت انه يرجع تاني للدنيا حتى يعلم ولده القرآن. لذلك أحبتي في الله، ربوا أبناء صالحين، وصلاح الأبناء يبدأ بحفظهم لكتاب الله جل وعلا ومعرفتهم بحدود رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم وذرياتنا وأبنائنا من حفظة كتاب الله جل وعلا. وأنتم يا معاشر الشباب حينما تتزوجون ابحثون عن أهل بيت صالحين حتى تأتي لابنك بأم صالحة تدري أو تعرف كتاب الله جل وعلا وتساعدك وتساعد أولادها في حفظ كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. أبو صلاح الدين الأيوبي حينما طالبوه للزواج، يعني يلا يا ابني اتجوز، قال لهم: لا، أنا مش عايز أي واحدة عادية، أنا عايز واحدة خلف منها ولد يفتح المسجد الأقصى. لحد ما هو ماشي في شوارع العراق فمر على باب بيتهم فسمع أمه، ست كده وبنت كده غلبانة من بيت مساكين، من بيت فقراء بس صالحة، عمالة تدعي ربنا وهي بتصلي قيام الليل بتقول إيه؟ يا رب ارزقني زوج نخلف منه ولد نربيه تربية كويسة يفتح المسجد الأقصى. فكان صلاح الدين الأيوبي اللي عمل معركة حطين وفتح المسجد الأقصى. أسأل الله جل وعلا أن يعيد لنا صلاح الدين الأيوبي ليفتح لنا المسجد الأقصى مرة أخرى رب العالمين. كل عام وحضراتكم بخير، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. جزا الله شيخنا الشيخ أحمد صلاح العزازي على ما حدثه لنا. عزازي هذا ما حدثه لنا في هذه الكلمة الطيبة بعنوان: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالوالد في بيته مسؤول عن رعيته، والرعية هم الأولاد والزوجة، وكذلك كل في مجاله راع عمن يديره. الآن دعونا نبتهل ونتضرع إلى الله ونصلي على سيدنا رسول الله. وصدق من قال: يا زائرا روض النبي سيدنا النبي في الروضة حي. قد جاء حديث ما معناه أسمع من قد صلى عليه. سيدنا النبي حي والأعمال عليه تعرض صلى الله عليه. حن الجزع ولان إليه، يا أحبابي صلوا عليه. خير الدنيا وأحلاها زينة الرجال وأبقاها، فعليه صلوا وسلموا تسليما لتنالوا من المولى جنة ونعيما. فالسعيد فينا من أدام الصلاة على نبينا. أدعو المنشد الديني يوسف صلاح عزازي، هذا الشاب الصاعد الواعد، أسأل ربي له التوفيق والتجلي، فليتفضل المنشد يوسف صلاح عزازي.
إن الله وملائكته يصلون على النبي. مش سمعت حد بيصلي على سيدنا النبي ليه؟ ارفعوا صوتكم بالصلاة على سيدنا النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وتقبل يا رب تقبل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب اغفر لنا يا رب اغفر لنا يا رب اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سيدي يا رسول الله أكرم بقوم أكرم القرآن أكرم بقوم أكرم وهبوا له الأرواح أبدا أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون
ليكون نورا في الظلام فكان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله على طه خير الخلق وأحلى صلى لم بوجد لا يدريه إلا من يسكن فيه وبديه أو فيه هو ملك رسول الله صلى محمد صلى الله على محمد سلم ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرني أولا بلواء رسول الله صلى الله على محمد وسلم سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. سقف يا شيخ يوسف. الشيخ يوسف بعد كده يفضل صايم على طول مش تفطر. قبل توزيع مراسم تكريم حملة كتاب الله تبقى لنا كلمة واحدة برفقة السيد المدير العام بالتربية والتعليم بالشرقية أستاذ عبد المنعم عزازي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. شرف عظيم لينا ان احنا النهاردة نكون في حضرة وفي رحاب مسجد الزيدات واهل الزيدات المحترمين. كل عام وحضراتكم جميعا بألف خير. الامر الثاني اللي عايزين نتكلم عنه هو الانفاق على القرآن الكريم. أنا بعتبر الإنفاق على القرآن الكريم سواء كترتيب تحفيظ القرآن الكريم ودعمها من الخيرين والقادرين وأهل إكياد ما شاء الله عليهم نموذج في الخير بشكل عام، وزيدات بشكل خاص مليانة خير ومليانة محبين للخير. الكتاتيب دي والإنفاق عليها وعلى تكريم حفاظ القرآن هي من أعظم وأجل وأكرم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. ليست أبدا ترفا ولا رفاهية ولا إسرافا ولا إضاعة للمال في غير موضعه. الإنفاق على القرآن ليس أبدا ضد الإنفاق على الفقراء والمساكين وكافة أوجه الخير، بل أن المسلمين الأوائل سادوا الدنيا وفتحوا كسرى وفارس وهزموا الفرس والروم وكانت بطونهم خاوية لكن كانت قلوبهم عامرة بالقرآن. إذن مزيد من الإنفاق على القرآن الكريم وعلى أهل القرآن الكريم وعلى حفاظ القرآن الكريم وعلى تكريم أهل القرآن الكريم. وبهذه المناسبة أريد أن أذكر بأمرين. الأمر الأول ونتمنى يشرف فيه علينا مولانا الشيخ محمد كسكين وهو قيمة وقامة كبيرة أن يكون التحفيظ في كل الكتاتيب والمساجد تحت إشراف مباشر منه، ويقوم الشيخ المحفظ بتحفيظ أولادنا بأحكام التلاوة والتجويد الصحيح والسليم، لأن احنا بالفعل بنعاني بهذه المشكلة. طبعا الحضور الطيب والعدد الكبير من المتسابقين ده يؤكد جهد كبير من الشيخ محمد، ربنا يجزيه عنه كل خير.
ما ينفعش واحنا قدام اهل الزيادات وهم اهل الخير كله نوعد بدعم مادي او مكافآت او جوائز، لان هم اهل الخير كله. واللي قاعدين قدام النهاردة قادرين أن ينفقوا على كل حفلات القرآن وكل جوائز القرآن في كيات بالكامل، ربنا يجزيكم الخير. لكن احنا من خلال برضو أهل الخير اللي بدعموا وبيشاركوا معانا لهذا الكتاب تحديدا بشرى، ركزوا معايا كويس شبابنا اللي ورا وبناتنا الغاليات والشباب الصغير، العام القادم إن شاء الله اللي هيكون منكم حافظ القرآن الكريم كاملا بأحكام التلاوة والتجويد وإجازته من الشيخ محمد كسكين له عمره إن شاء الله بإذن رب العالمين. تاني لكتاب الزاد تحديدا، أنا شايف ما شاء الله حماس كبير وأوجه كبير. احنا قلنا وبنعيد تاني أهل الزاد والخيرين فيها احنا بنتعلم منهم، وهم جد الدنيا كلها، وهم بيشيلوا الخير في كياد بالكامل، ربنا يديهم كل خير. لكن دي هدية برضو من أحد المحبين للخير اللي هيحفظ القرآن كاملا من شبابنا اللي قاعدين قدامنا النهاردة من هنا لحد رمضان الجاي، بس بعيد تاني بأحكام التلاوة والتجويد، ويجاز من مولانا الشيخ محمد كسكين هو جارنا النهاردة له إن شاء الله عمرة في العام القادم، المركز الأول في حفظ القرآن الكريم. لن نعيد كثيرا على ما قالوا مشايخنا الأفاضل الشيخ محمد والشيخ أحمد. بنشكر أهل الزيادات على دعوتهم الكريمة، سعداء، شرف لنا حضورنا معاكم، شرف لنا أن ندرس معكم في رحاب بيت من بيوت الله، وكل عام وحضراتكم بألف خير. هي بشرى كما تعودنا من فضيلة العالم والجليل أستاذ عبد المنعم عزازي، بارك الله في عمره، بارك الله في صحته وماله وأولاده، ودائما وأبدا ما يبشرنا بالخير. فهي تحفيز لمن أراد الدنيا وأراد الآخرة أن يتمسك بكتاب الله. الآن دعونا مع مراسم توزيع حفظة كتاب الله، بس استاذن الحضور يعني ايه الطالب اللي هيجي هياخد المصحف من الشيخ محمد، هيجي ياخد الشهاده من المنصه، بس استاذن الناس دي ترجع ورا شويه. هنقوم الناس دي على الزق معلش عشان نفتح الطريق بس، هنفتح الطريق بس عشان هو هيجي من ورا. استاذ ما فتحش الطريق كده، تعالى عايزك كده. ايه هو يا باشمهندس ينفع نجيب الطاوله هنا اصلا؟ ينفع نجيبها كلها هنا؟ ما ينفعش صح؟ طيب اول المتفوقين في جائزة حفظ القرآن او نصف القرآن الطالب احمد عمر احمد عبد المنعم. احمد عمرو محمد عبد المنعم، مبروك يا استاذ احمد. لتتوالى النفحات في جلسة النفحات وجلسة القرآن. فاعل خير من اللي قاعدين قدامنا دلوقتي هيقدم جائزة مالية لأحمد أبو عمرو إن شاء الله بعد ما نخلص. سقف بقى، سقفة تاني لأحمد. فاعل خير هيديله جائزة مالية. يا أحمد بالنص يا أحمد. الطالبة إسراء عبد الجليل حسن عطية. يلا أستاذ إسراء، ألف مبروك يا أستاذ عبد الجليل. تعال الصور معاه، قوم الصور معاه، قوم الصور معاه. يلا عم وسامح اللقطات كده. الطالبة منى عزازي عبد الحميد خاطر. الطالبة هنا السيد عبد الستار.
أنا إسلام سليمان أحمد العوضي. الطالب سعيد عبدو علي عبد الحميد. سعيد هات الجزائر. من جور السعيد يسعد. الطالب علي حسن علي البنا. ألف مبروك عليك. الطالب محمد حمادة السيد. الطالبة بسنت إبراهيم أحمد. تعال بسنت من على تعال على اليمين يا بسنت. تعال على اليمين ناحية. احنا طريقنا يمين يا جماعة. عشان أهل القرآن لازم يمشوا على اليمين كده. الله أكبر. مدد. الطالبة فاطمة محمد إبراهيم. شفتي فاطمة دي مش فاطمة، فاطمة. ألف مبروك. خد المهم ورا اهو. الطالب حسام أحمد محمد السيد. أيوة. تعال سلم على الناس، تعال سلم على الناس، سلم على الناس الأول. الطالب محمد رضا السيد. تعال سلم يا محمد. سعيد سليمان أحمد العوضي. سعيد سليمان أحمد العوضي. بسم الله ما شاء الله. سقف سعيد تاني. الطالبة حبيبة محمد إبراهيم. حبيبة من على اليمين يا حبيبة. صور معاك ابو سامع صورة امسك معاك. لؤي احمد علي حسن البنا. السقفه بتاعت لؤي دي مختلفه عن كل السقفات، اشمعنى بقى؟ انا شايف فيها واسطه السقفه دي. جودي عبدو علي عبد الحميد. يا جودي. بص يا بص تعال تصور مع بنتك يا عم. صور معاها. خد صورة معاها. ابو سامع صورة مع والدها يا ابو سامع. الطالب محمد حسن منسي. محمد حسن منسي. الطالب عمرو عبد العزيز البنا. تبع عيدها.
حمزة حسن علي البنا. حمزة حسن علي البنا. أسماء حسن منسي، آل منسي الأكرمين من على اليمين يا أسماء. جنى حسام محمد البنا. حبيبي شيل كويس عشان تعرف تشتغل. محمد حسام محمد البنا. خش رهف رضا راغب شمس الدين. رهف ايوه حبيبة احمد السيد عبد العال. بص احنا هنكرم احد او احدى من احباب الله. سقفة الارهاب. سلمها صورها. جهان رهاب ابو سامح اللي غلطني في الاسم والله. ميرنا ابراهيم احمد محمد احمد، ربنا يهديك يا ابو سامح. ميار ربيع احمد محمود. ميار صالح احمد محمد محمود مقبل. سيف عزازي عرفات. سيف بعد الصورة ايوه كده وقول له سلم مع الشيخ. سلم على الشيخ. فتحي احمد السيد عبد العال. فتحي احمد السيد عبد العال اللي يطلع يجي من على اليمين. محمود احمد محمد محمود مقبل. لجين خالد راغب شمس الدين. ندى عمرو احمد عبد المنعم. صورة عظم. هناء حمادة السيد. منى عبد الجليل حسن عطية. يلا يا أستاذة منى. محمد عزازي عبد الحميد خاطر.
محمد عزازي عبد الحميد خاطر. سقفة لمحمد الأول، سقفة جميلة. المسجد بتاع المسجد بتاعنا ده مقيم شعائر مسجد الزيادات. يلا سلم أستاذ محمد. سقفة تانية يا محمد يا شباب. يوسف عبد الجليل حسن عطية. حاج عبد الجليل اللي اتسلم كثير النهارده يا شيخ محمد. هي واسطة ولا ربنا يبارك يا رب. خالد راغب شمس الدين. الحبيب ابن الحبيب. خالد محمد ماشي. ابراهيم حسن منسي. ابراهيم حسن منسي. علي عبد الحميد خاطر. يلا يا علوة. الشباب اسرع شويه، عشان نلحق نتغدى بس. ملك سليمان عبد المنعم. ملك سليمان عبد المنعم. سما علي سالم. سما علي سالم. احمد حسن علي البنا. ردينا رضا راغب شمس الدين. محمود رضا السيد. محمود رضا السيد. ريتال رضا راغب شمس الدين. ملك ربيع أحمد. ملك ربيع أحمد. ملوكة. يلا يا بابا. محمد أحمد عزازي عطية. محمد أحمد عزازي عطية. محمد عزازي عرفات. محمد عزازي عرفات. أين أنت يا محمد؟ حدث سلام عنه. ماشي. أريج عاصم أحمد العوضي. يا ريت اللي يجي من على اليمين يا جماعة. رغد عاصم أحمد العوضي. سقف رغد وسقف يا أريج الاثنين. ها الاثنين مع بعض الصورة بقى وسام. رغد. ياسمين محمد الصادق محمد. هات كده ايدك عشان دي مش لخبطه. لا ياسمين وكمان نرمين. يلا سقف ياسمين ونرمين. محمد الصادق محمد. ريماس عيد الصادق محمد ابنة العم. جميل والله. جميل. رنا عاطف الصادق محمد.
ليان احمد علي حسن البنا. ليان ولد ولا بنت؟ بنت. ولاء محمد ابراهيم علي. ولاء محمد ابراهيم علي. نورين محمد ابراهيم احمد. نورين محمد ابراهيم احمد. الله يرضى عنك والله. نورين دي نورين. مريم اسلام عبد المنعم خاطر. مريم اسلام عبد المنعم خاطر. الولد اللي حصل على المركز الاول في المسابقه يفضل هنا ما يمشيش عشان نقسم مع بعض. مريم اسلام عبد المنعم خاطر. سارة سمير علي حماد خاطر. سارة سمير علي حماد خاطر. هاجر عاطف الصادق محمد. رضوى احمد محمد محمود. رضوى احمد محمد محمود. احمد اسلام عبد المنعم خاطر. مين احمد؟ مش عم احمد. ادهم علاء محمد السيد. رحمة ابراهيم علي حسن البنا. محمود. رحمة ابراهيم علي حسن البنا. يلا يا رحمة. حبيبة ابراهيم علي حسن البنا. سافر الاثنين سافر. حبيب. عمرو محمود عبد الجليل محمود. يوسف محمود عبد الجليل. سافر اثنين. ها السيد علاء محمد السيد. ليندا هشام عبد الله. ليندا هشام عبد الله. وليد ابراهيم يوسف علي. وليد ابراهيم يوسف علي. يوسف وليد يوسف علي. عماد علاء محمد السيد. ورود هشام عبد الله. ورود يعني مش وردة واحدة بس، سافر الورود. اتفضل. ريم عبد الصادق محمد. ليان محمد السيد علي. اسم ايه ده؟ غزل محمد السيد. غزل محمد السيد محمد.
لمياء وليد يوسف. لمياء وليد يوسف. دينا وليد يوسف. دينا وليد يوسف. البنا علي حسن البنا. سافر البنا. بص البنا بياخد غلطات ازاي؟ جاي من النص على طول. بص لما صدق يجي. ابتسام محمد احمد عزازي من على اليمين. ابتسام. ابتسام. ريناد طارق محمد السيد. ريناد طارق محمد السيد. محمد عادل سالم طنطاوي. محمد عادل سالم طنطاوي. محمد عبده علي عبد الحميد خاطر. محمد عبده علي عبد الحميد خاطر. اياد محمد السيد علي. اياد محمد السيد علي. لا دي لا عشان وليه والده يا اخي. عايزين العيال وليه والده. انت اياد ماشي. علي احمد علي حسن البنا. هات مصحف هنا. مصحف محمود صدق يا ريس. علي احمد علي حسن البنا. علي احمد علي حسن البنا. حسن ابراهيم علي البنا. حسن ابراهيم علي البنا. ابراهيم حماده السيد محمد. طب انا محتاج الناس تقعد بس. الشباب يقعدوا. وقف خلاص الاحتفال. تعال افتح الطريق. ناس تقعد بعد اذنكم. ناس تقعد. ريتال احمد محمد. اسمه ايه؟ ابراهيم حماده. اخويا اياد علي عبد المنعم. اياد طارق محمد السيد. سقف يا ابراهيم حماده. في ايه؟ بص اللي هيعيط هياخد جايه من زياده عشان ابراهيم خد جايه من زياده. زياده طارق محمد السيد. زياد. سقف لزياد يا شباب. سقف لزياد. مي عبد الجليل حسن عطيه. اياد عبد المنعم علي. اياد عبد المنعم علي. اصبر يا رجال. اصبر يا اهبل انت. والله تنسى. من دول السعيد يسعد. احمد محمد عزازي عطيه. يوسف احمد عزازي عطيه. ريماس تامر احمد صالح. رتاج حسام محمد البنا. ملك عزازي عرفات. اول واحد في المسابقه اسمه ايه؟
محمد اسلام عبد المنعم خاطر. سعيد محمد عبد المنعم خاطر. سعيد محمد عبد المنعم خاطر. خاطر سليمان عبد المنعم خاطر. نجار محمد ابراهيم. سقف النجار. يا ابو سامح صورة النجار يا ابو سامح. مرفت احمد محمد. بهذا القدر قد ختم توزيع مراسم حفل القرآن الكريم المقيم بالزيادات بقرية كياد بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية. الآن جائزة نقدية مهداة من فاعل خير للطالب احمد عمرو احمد العوضي الحاصل على المركز الاول في هذه المسابقة. احمد عمرو احمد العوضي، الف مبروك يا احمد. فاعل خير، اول اسم من اسمه محمود بس. مرفت احمد محمد. مريهان، فين مريهان؟ لا مريهان. مريهان فين؟ فين مريهان؟ سقف المريهان. محمد سليمان عبد المنعم خاطر. محمد سليمان. فين محمد سليمان؟ ياسمين احمد عبد المنعم خاطر. ياسمين احمد عبد المنعم خاطر. فين ياسمين؟ عبد المنعم محمد عبد المنعم خاطر. اسراء محمد عبد المنعم خاطر. اسراء. خلاص بقى عشان العاملين عليا. العاملين عليا والمؤلفة قلوبهم. انت لسه ما حلفتش. ايه يا باشا عاوز ايه؟ لا اتفضل يا باشا. تعالى جنب. باسم عموم أسر وعائلات الزيادات أتقدم بأسماء آيات الشكر والتقدير لعموم من شاركنا هذا اللقاء وهذه الأمسية الدينية. باسمهم أشكر لعموم من شاركنا هذا اللقاء. باسم عموم وعائلات أستاذ صلاح عزازي أخي وحبيبي أستاذ أحمد صلاح عزازي، أستاذ محمد صلاح عزازي، أستاذ يوسف صلاح عزازي. باسمهم أتقدم بأسماء آيات الشكر والتقدير لعموم من شاركنا هذه الليلة عبر أسير الهندسة الصوتية المهندس محمود كسكين، أيضا عبر أسير الشبكة العنكبوتية المهندس عبد الله أبو سامح المقيم بكياد. جمع الطيب المبارك. كنت معكم من أسرة المذيعين كريم أبو فندود، إلى أن نلتقي في ليالي القرآن. نترككم في رعاية الله وأمنه، وشكر الله لحسن استماعكم، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، والعود أحمدي بإذن الله.